اهلا وسهلا بيكم يا شباب. في الفيديو النهارده هنتكلم عن حاجه طلبت مني كتير جدا 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 في الكومنتات. وانا بصراحه اي حاجه بتطلب مني في الكومنتات او اي حد بيخش يبعت لي مسج يقول لي مثلا عايزين فيديو ولا حاجه معينه، انا ان شاء الله لو الحاجه دي في مقدرتي تاكدوا ان انا هعملها. فاي حد عايز اي حاجه في اي استفسار ممكن تكتب لي في الكومنت وانا ان شاء الله هرد عليك، ولو الحاجه فعلا مطلوبه جدا هعمل لك عليها فيديو ان شاء الله. طيب نخش في المهم. ليه دايما بنسمع عن حاجات مهمه جدا قوي او حاجات بنبقى عايزين نعرفها زي البي سي اي جين 4 والجين 5؟ يعني ايه الكلام ده وايه الفرق ما بينهم، وليه الموضوع ده بقى مهم جدا لاي حد بيحب الكمبيوتر او الجيمنج او حتى المونتاج او الشغل الاحترافي بشكل اخص؟ فكل ده هنعرفه النهارده في الفيديو النهارده، فخلونا نبدا. بصوا، الموضوع بسيط جدا. تخيل كده الكمبيوتر بتاعك زي مدينة كبيرة، كل قطعة في الجهاز زي كأنها حي أو منطقة. كارت الشاشة، الهارد، كارت الصوت، أي حاجة من الحاجات دي. عندك حاجات كتير جدا في الجهاز، كلهم عايزين يتكلموا مع بعض بسرعه جدا. طيب هنا بيجي دور مين؟ هنا بيجي دور البي سي اي اي، وده زي طريق سريع اللي بيربط كل الاماكن دي كلها ببعض. حلو، عايزين اول حاجه نعرفها ان اختصار كلمه البي سي اي اي ده اللي هو ايه. طيب البي سي اي اي ده اللي هو اختصار لكلمه بريفرال كومبوننت انتركونكت اكسبريس. طيب دي معلومه بس كده، يعني ما مش هتروح تقول لواحد صاحبك الخط ده هو اسمها بي سي اي اي وانتهى الموضوع، شكرا. نروح لتاني حاجه. هو مسؤول عن سرعه نقل البيانات ما بين المذر بورد، كارت الشاشه، الاس اس دي، اي حاجه من الحاجات دي. طيب تالت حاجه معانا، كل جيل جديد بيخلي الطريق اسرع واحسن واوسع بكتير عشان ينقل البيانات اكتر بشكل احسن من الجيل اللي قبله. لو جينا بصينا على الجدول كده ما بين الجين 4 والجين 5، في الجدول كده هنيجي نشوف ان الفرق كبير جدا جدا للجيل الخامس. طيب لو جينا بصينا على سرعه نقل كل خط، يعني هتلاقي مثلا في الجين 4 16 جيجا في الثانيه، هتلاقي مثلا عندك الجين 5 32 جيجا بايت في الثانيه. في سرعه نقل البيانات في الاكس 4 8 جيجا بايت في الثانيه للجين 4. برضو الجين 5 كان في الضعف 16. سرعه نقل ال 16 اكس 32 في الجين 5 64. فصباح الفل، انت بتتكلم في الضعف. فانت لو معاك اي كروت بصراحه، يعني لو معاك اي حاجه من كروت ال 40 ال 50 كروت دي، بصراحه انا ارشح لك جدا 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 ان انت تروح للجين 5. انت لو بتجمع جهاز جديد، انما لو عندك دلوقتي جيم 4 والدنيا معاك تمام، خلاص انت عيش حياتك يا معلم. ولو برضو من اي ام دي، لو عندك اي كروت من الجيل الحديث، برضو افضل بالذات مع اي ام دي روح مع الجيل الجديد اللي هو الجيم 5. ليه؟ هيفرق معاك جدا في الاداء، هيفرق معاك جدا في سرعه الاستجابه ما بين لعبه واللعبه. يعني تيجي مثلا لو انت كنت قبل كده على الجيم 5 او سوري جين 4 او جين 3، هيفرق معاك جدا الحوار ده. فانا بصراحه افضل لك الحته دي يعني. بس كلهم بيدعموا طبعا الاجيال القديمه من الكروت. طبعا كلهم بيدعموا الاجيال القديمه يعني، فده مش موضوع يعني يعني اللي هو كده عدي، فاهم؟ اللي بعده. تخيل معايا ان انت جيم وبتلعب لعبه تقيله مثلا زي سايبر بانك، ريد ريديمشن 2، فيفا، اي حاجه من الالعاب اللي هي بتستهلك الكارت بشكل قوي. حتى كمان يا عم انت مش بتلعب، انت راجل بتاع مونتاج زي الفل، جايب كارت عشان تشتغل عليه. حلو، تشتغل على 4K، كل ثانيه بتفرق معاك. لو عندك البي سي اي اي جين 5 هيبقى سرعه بيانات اسرع، استجابه ما بين كارت الشاشه والاس اس دي احسن، سرعه في التحميل، لودنج اقل، تجربه اعلى. طيب لو رحنا بقى للجين 4، ممتاز للالعاب الجديده، الشغل يومي، ما مش هيقول لك لا، تحس ان كل حاجه شغاله بسلاسه. او رحنا بقى للجين 5، هنا بقى احنا بنتكلم عن المستقبل. لو عندك مثلا اس اس دي جين 5 او كارت جديد من مثلا، لو رحنا لانفيديا لو بتتكلم في ال 5000، او رحنا للاي ام دي اللي هو 9000، فانت هنا فعلا هتحس بفرق رهيب جدا في سرعه نقل البيانات، في تشغيل برامج الالعاب، استجابه الكارت. حتى كمان هتلاقي ان الكارت انت بتاخد قوته كلها، على عكس لو وديته للجين 4. الجين 4 انت حرفيا انت بتقصف عمر الكارت، فده بيفيد جدا 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 للكروت اللي هي العاليه. اوكي، تخيل نفسك في سباق عربيات. عندك عربيتين، واحدة سرعتها 160 والتانية سرعتها 320. لو الطريق زحمة، في المثل اللذيذ بتاعنا ده، بمعنى القطع مش بتدعم السرعات العالية، مش هتحس فرق كبير. لكن لو الطريق فاضي والعربيات حلوة والدنيا ماشية والدنيا زي الفل، ساعتها هتستمتع بسرعة الجيم 5.
طيب نروح للأسئلة. لو ركبت قطعة جيم 4 على جهاز بيدعم جيم 5 هتشتغل عادي جدا بس على سرعة الجيم 4، يعني سرعة تتحدد بسبب بطء جزء عندك. هل فعلا محتاج الجيم 5 دلوقتي؟ لو استخدامك عادي او للألعاب الجيم 4 هيكفيك والزيادة، لكن لو بتشتغل في شغل جرافيك تقيل او بتتعامل مع ملفات ضخمة ساعتها الجيم 5 هيفرق معاك. بالنسبة للتوافق ما تقلقش، كل جيل جديد بيكون متوافق مع اللي قبله، يعني مش لازم تغير كل حاجة في جهازك لو عايز تحدث جزء واحد. شوية نصايح مهمة لو ناوي تحدث جهازك وعايزه يعيش معاك سنين قدام. اختار ماذر بورد بتدعم الجيل الخامس. لو ميزانيتك محدودة وبتستخدم جهازك للألعاب أو الشغل العادي بس، ساعتها الجيم 4 هيكون أكتر من كفاية. دايما اسأل نفسك سؤال: هل فعلا محتاج السرعة دي؟ ولو الإجابة لأ، وفر فلوسك لحاجة تانية أهم. طبعا يا جماعة قبل ما نختم لازم نقول لكم على شوية حاجات مهمة جدا تخليكم تبصوا للموضوع ده من زاوية تانية خالص. كل واحد فينا ليه حاجاته وامكانياته، عشان كده اختيار القطعة الصح للكمبيوتر مش بس موضوع سرعة، ده كمان موضوع راحة بال وفلوس وخطط للمستقبل. بص كده على الكمبيوتر بتاعك كأنه مشروع كبير. الاستثمار في الهاردوير الجديد مش بس علشان الارقام الكبيرة ولا عشان ان جيمرز بيقولوا لك لازم تحدث لاحدث حاجة يعني، لا ده كمان علشان تشتغل مرتاح من غير قلق، او ان جهازك يجي عليه وقت ويهنج او يبطأ قدام برنامج او لعبة بتنزل قدام. يعني لو بتخطط تسيب جهازك سنين من غير ما تحدث فيه اي حاجه وتكون بتستثمر فيه علشان يفضل معاك اطول فتره ممكن. في كمان نقطه مهمه، التكنولوجيا بتتطور كل يوم. اللي شايف النهارده واو ممكن بعد سنه او اتنين يبقى عادي جدا، ودي دايما معادله لازم تحسبها. هل اجيب القطعه الغاليه واستنى شويه، ولا اشتري المناسب ليا دلوقتي واحدث بعدين؟ لو معاك الميزانيه ومستعد للخطوه دي توكل على الله وجيب الاحدث، ولو لا مش مشكله خالص. اهم حاجه جهازك يكون مناسب للاستخدام ويريحك في الالعاب والبرامج. نصيحه كمان كده من اخوك، مش دايما البيسي الحلو مش بس بيكون في سرعه الجهاز لكن كمان في استمتاعك وانت بتستخدمه. في حاجه كمان، الكمبيوتر زي الصاحب، كل ما تهتم بيه وتختار له صح هيخدمك اكتر. المهم تشتري الحاجه اللي هتفيدك فعلا، مش اللي شكلها بس مبهر على الورق. والاهم من ده كله تستمتع بالرحله وانت بتجمع جهازك وتكتشف حاجات عمرك ما كنت اكتشفتها قبل كده، اتعلمت تفاصيل عمرك ما جربتها ولا شفتها. الاهم ان انت جربت وشفت كل حاجه بنفسك وانبسطت بالرحله. الخلاصة ان البي سي اي جين 5 اسرع مرتين من الجين 4، وده بيبان في المهام التقيلة. توافق مضمون بس السرعة تتحدد ببطء القطعة. قرار في الاخر راجع لاستخدامك وميزانيتك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك وتعمل له اشتراك في القناة وتسيب لي كومنت لو عندك اي سؤال او محتاج شرح عن الكمبيوتر في اي حاجة. شكرا ليكم واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.